محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعوى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محتم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء.
عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك صل عليه زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائم بلا قضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة، صلى الله عليه. أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب، صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان، صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع، صلى الله عليه. له الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، صلى الله عليه. يتشرف بوجوده ثقلان، وتنتشر أسراره في الأكوان، صلى الله عليه. اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب، صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا، فترقى في الحسن أعلى مقام، وتناهى في مجده وتعالى. يحضر العيون فيما اجتلته بشرا كامل اليسر والضلال، صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رعت رفعة في شؤونه وكمالا، فسبحان الذي يبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجلال. انتشر منه في عالم البطون والظهور، صلى الله عليه. ما ملأ الوجود الخلق ينور، فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم بشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم
وسلم وبارك عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تربى اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه وسلم. من الإيمان قواعد صلى الله عليه من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد صلى الله عليه. واشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والبلغ عن الله ما أمره بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله أبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه وسلم. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بعدل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمات لله وأكمل عليه غاية الإكمال صلى الله عليه المصلي عليه به وينبس في قلب نور سر تعلقه به وهبه وينتبه بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه وسلم. أشرف الأصل بوده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والسرير صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموضع استقراره وموضع خروجه وقد غدت الأكدار الأزلية بما قضت واظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة راقم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. كانت الألسنة في بعصم عشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وسلم. إلا فأن
ضارب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سر أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. صلى الله عليه وسلم. بقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعي التشوق إلى السماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحني بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلي ذا الجلال تعدد الرمال، صلي ذا الجلال تعدد الرمال على البدر أحمد نبي الكمال وآله وصحبه بدور الجمال. نعيمي يا فك جحيمي يا شافي سقيمي سدرت همومي واكشف لي غمومي واكفن ارضى حالي. صلي ذا الجلال تعدد الرمال، صلي ذا الجلال تعدد الرمال على البدر أحمد نبي الكمال وآله وصحبه بدور الجمال. طبيبي مغيثي مجيبي، حبيبي طبيبي مغيثي مجيبي كشف الكروب يا مرج الغريب إشراق جمالك. صلي ذا الجلال صلي ذا الجلال تعدد الرمال، صلي ذا الجلال تعدد الرمال على البدر أحمد نبي الكمال وآله وصحبه بدور الجمال. الله 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 على نور رسول
يا حبيب الله الشفاعة يا رسول الله الشفاعة يا حبيب الله الشفاعة لما لديك لبينا أقدمنا السمع والطاعة يا رسول الله الشفاعة يا حبيب الله الشفاعة يا رسول الله الشفاعة يا حبيب الله الشفاعة لما لديت لبينا أكتمنا السمع والطاعة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته في الأنام صلى الله عليه مما استفاده الفم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه والشمائل التي هي أحسن الشمائل صلى الله وهنا عليه حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والكرباس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار صلى الله عليه. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم النور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله ولما عليه. كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين صلى الله عليه. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصه بالتكريم أبيه الكريم صلى الله عليه. عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمي التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. فضمت وشاء
بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها صلى الله عليه وآية الله كما ورد عنا حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه ولا تشكو منه ولما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وغرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضل وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وموت علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروزه متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة مولية بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا تكفي حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات صلى الله عليه. من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والزهور صلى الله عليه. في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه. فحين قرب وانوطي هذا الحبيب على السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وأنظار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قدرتك كشفت كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. حقك على من أتم الله عليه النعمة صلى الله عليه. الأمة أن ينظر عند وضعه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود صلى الله عليه. بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه. تصبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله. لله. بالتعظيم والسجود صلى الله عليه. وسلم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. 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 اللهم صل وسلم وبار
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد ومولانا محمد. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا أهل المثاني كيف مرات واستضيئوا بجمال فاق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا وعلى البشرى بسعد مرحبا مستمر ليس ينفد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا حيث أوتينا عطاء مرحبا جامعا فخر المؤبد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين له حمد مرحبا مرحبا لا يحصره الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا إذا حبانا بوجود مرحبا مرحبا مصطفى الهادي محمد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد طلع البدر علينا من ثنيات
جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد اللهم صل عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا ضرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفيع أن له شرفا على مجده والسماء. كان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادة وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوعا سرا صلى الله عليه. تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. قد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قالت ثم ألبسته وجعته فلم انشب عن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول ذا أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب صلى الله عليه. وأصبر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق صلى الله عليه. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس سلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه والعناية في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابة بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين حلما ورفقا فرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه.
واللوذ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. والأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية صلى الله عليه. بتعطرة الطرق والمنازل وبعرف ذكر تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه. وصلى الله عليه وسلم على جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقي وخلقي بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشأنه ولو العلا في مجده ومكانه صلى الله عليه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهى بعينانه صلى الله عليه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد العلم من وقائع مولد النبي الكريم صلى الله عليه. ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. وحسن مني أن أمسك أئنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يسن الختم كما يسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رضي الله عنكم. قال نفعنا الله به وبعلوم في الدارين. وقال رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وقال رضي الله يوم الاثنين محرم سنة 1326 Hijriyah di Masjid Riyadh ba'da qiraatil hadits. وقوله تعالى في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتوبوا وكونوا مع الصادقين إلى آخر السورة. وبعد الإنشاد قال الطريق واضحة والنصيحة واضحة وما بعد كلام الله كلام ولا بعد كلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام ولا بعد كلام العارفين بالله كلام. نصحوا وبشروا وأنذروا فإن كان للإنسان عقل يعقل وبصيره تبصر ودين يردع سمع الموعظة وأقالها وبادر العمل بها ورجع إلى الله وأناب واستيقظ من غفلته ونومته ومن بقي في غفلته وإعراض لله يكفي شر الغفلة والإعراض. ارجعوا إلى الله وتوبوا إليه ما زال عاد التوبة بتقبل واستعدوا للدار الآخرة واعلموا أنه مستقبلكم من أمر الآخرة أهوال ما تطاق والقبر إما روضة نعيمة نعم وإلا حفرة جحيمة إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Bismillah walhamdulillah salatu wassalam ala sayyidi rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi sayyidina Muhammad. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau berkata pada hari Senin 8 Muharram 1326 Hijriah di Masjid Riyadh. Beliau mengutip dalam surat At-Taubah. Beliau mengucapkan atau membaca surat At-Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah bersama orang-orang yang shadiq, orang-orang yang benar, orang-orang yang soleh. At-tariqu wadihah, jalan menuju Allah ini sangat jelas. Wan nasiha wadihah, nasihat sangat jelas. Wa ma ba'da kalamillah kalamun, tidak ada perkataan setelah perkataan Allah perkataan, dan tidak ada perkataan setelah perkataan Rasulullah perkataan. Tidak ada perkataan arifin billah perkataan. Naswahu, mereka memberi nasihat kepada kita. Basyaru, mereka memberi kabar gembira kepada kita. Andaru, mereka memberi peringatan bagi kita. Fa in kana lil insan aqlun ya'qilu, kalau manusia ini punya akal maka dia akan berpikir. Kalau manusia ini mata hatinya terbuka maka akan terbuka, dia akan mendengarkan nasihat, dia akan langsung beramal kepada yang baik, dia akan bertobat kepada Allah, dia akan sadar dari lupanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Irji'u ilallah, kembalilah kepada Allah. Wa tubu ilaih, taubatlah kepada Allah selama kalian masih bisa diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'iddu lidaril akhirah, persiapkanlah untuk akhirat. Wa'lamu, ketahuilah sesungguhnya kalian hidup di dunia ini adalah bekal untuk menuju akhirat kalian. Intinya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau berkata, kita ini kalau kepingin hidup kita jelas, jalan kita jelas, pegang tiga: Al-Quran, Sunnah Rasulullah, dan arifin billah, orang sing tahu kepada Allah atau orang yang sudah sampai kepada Allah. Tiga ini, kalau kita tidak pegang tiga ini, kita tidak akan selamat di dunia ini. Al-Quran melarang kepada kita untuk berzina, kita tinggalkan. Al-Quran melarang kepada kita untuk meminum khamr, kita tinggalkan. Al-Quran memerintahkan kita untuk sholat, kita lakukan. Al-Quran memerintahkan untuk kita zakat, maka kita termasuk orang yang mengikuti Al-Quran. Sunnah Nabi, kalau Nabi merintahkan kita ini lakukan, ini berarti sunnahnya Rasulullah. Kalau Nabi melarang ini tinggalkan, berarti kita adalah orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Arif billah atau syekh, guru, kalau kita mempunyai guru yang bisa menyambungkan kita kepada Allah, maka kita akan selamat dunia sampai akhirat. Saya tanya pada panjenengan, apakah di sini banyak mengamalkan sunnah? Sedikit. Siwak ini mungkin dalam segini semua ini, semangken nih sak majelis nih paling beda 20 siwakan. Yang 150 sobung siwakan. Rokok beda. Terkadang kita dengan sunnah Rasulullah kita malu, Pak. Saya beri contoh ketika Jumat. Ketika Jumat kita disunnahkan oleh Rasulullah untuk pakai imamah. Kita disunnahkan oleh Rasulullah untuk memakai baju yang putih. Kita disunnahkan oleh Rasulullah sebelum sholat ke masjid, sebelum berangkat ke masjid, kita disunnahkan untuk mandi. Sebelum sholat Jumat, kita disunnahkan untuk mempersiapkan wangi-wangian, minyak wangi. Banyak sing ngamalno sobung. Jumatan gawe kelambi pan panjenengan. Kadang-kadang Jumatan pakai kaos pendek. Kiai boleh. Dan kadang Jumatan gawe kelambi Gerindra. Allah.
Mana sunnah yang diamalkan ini? Oh beb, mon kula bener kiai beb, surbanan sungkan beb. Pakai surban sungkan, ndak usah sungkan. Kon gawe celana ndek ndak sungkan kok. Kok surbanan kok ndak sungkan? Ini kan sunnah Nabi. Ketika Jumat pakai baju yang putih, pakai, ini sunnah Nabi. Dia takon itong kowe, "Boh, bener kiai." Kok ya kiai, sunnah Kanjeng Nabi, cong. Begitu. Asy-Syaikh guru arif billah. Setiap kita ini harus pinter-pinter milih guru ya. Kita harus lihat guru kita. Oh, ini orang yang bisa menyampaikan saya kepada Allah. Ini berarti murabbi. Ini berarti guru saya. Kadang cemacem panjenengan eka. Wong ndak tahu sembayang, gondrong, ndak tahu sikatan, badhek mambuni. Boh, mereka murabbi neka. Bener murabbi orang gila neka, Pak. Paham ya? Pilih guru. Oh, ini orang yang selalu mengajak kepada saya kepada Allah. Ah, ini pantas jadi guru saya ini. Oh, ini orang selalu mengingatkan saya, kalamnya, perkataannya selalu mengingatkan saya kepada Allah. Ini baru guru saya ini. Orang itu tidak bisa langsung hakikat, tidak bisa, Pak. Nega banyak beda pelajaran, alhamdulillah mulai banyak. Wah, kalau tak usah syariat, beb, langsung engak mengeran, tak usah bejeng. Orang tidak akan diangkat menjadi wali kecuali dia sudah pinter syariat. Orang syariat sampean, arkanul Islam, arkanul iman, furudul wudu, syurutus sholah, ini kan syariat. Tidak tahu belajar fikih, tidak tahu belajar kitab-kitab tasawuf, moro-moro dadi wali yo. Wali-wali daya kon. Harus belajar syariat. Dilihat, oh ini alhamdulillah, ini guru saya ahli syariatnya kuat, ilmunya kuat. Saya yakin saya bisa dekat kepada Allah berkat beliau. Begitu. Ini sejak model-model misalnya. Kita lihat orang-orang tua dulu kita. Kita lihat, saya kasih contoh. Kiai Hamid Pasuruan. Apakah beliau langsung hakikat? Ya enggak. Belajar dhisik. Makan nasi karak dulu. Baru sampai kepada al-arif billah. Kita lihat Habib Ja'far merantau, lari sana, belajar sana, ke sana untuk cari ilmu sampai ketika sampai al-arif billah. Kita lihat sudah. Kita lihat guru-guru kita. Jadi panjenengan bingung kalau nek norok sapa, Bib. Lihat bagaimana bidayahnya mereka. Oh, ini alhamdulillah, ini syariatnya kuat, ikuti. Ojo ndak tahu belajar, ndak lopo-lopo, moro-moro rambutnya gondrong, ndak tahu sikatan, nyekel tasbih rada gede. Boh. Neka wali guru, bener guru neka. Melok mlebu neraka kon. Ya banyak di sini. Oh, alhamdulillah Beb, mon kula tak usah bejeng Beb, langsung. Sama seperti kita makan ini loh. Wis tak usah ngakan didelok ae wis. Warak ndak mungkin, Pak. Harus butuh makan. Tidak bisa kita sholat dulu baru kita akan sampai kepada Allah. Al-Quran dipegang, sunnah Rasulullah dilakukan. Kemudian kalau panjenengan punya guru, ikuti selama guru itu menyampaikan kita kepada Allah. Ikuti, maka panjenengan akan selamat. Dan perbarui taubat, kata Al-Habsyi, perbarui taubat. Setiap hari niatkan taubat kepada Allah. Insyaallah kita selamat dunia sampai akhirat. Wa fa'na barakatihim wa hdil husna bi hurmatihim wa amitna fi dariqatihim wa mu'afat muftini hadha minni. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ولما نظم الفكر من دار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعوذ ظافرة، وعلى باب عزته تهد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. آمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة. آمين. الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومدار. قاسم إمدادك في عبادك وساقي قرش إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. آمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرتك ذرابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاهد النبي الكريم. آمين. ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم. آمين. أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك. وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك. آمين. وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا. آمين. وتتقبل منا ما تحرنا فيه من نياتنا وأعمالنا. آمين. وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أدمان في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل. وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وأم ببركاته وشرفيته أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات. وأدم راية القيم في جميع الأقطار منصورة ومع الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة. واكشف اللهم كربة المكروب واقضي دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ناصر المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين
من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.